بص يا اخواتي حبايب قلبي، المفروض كان عامل لي مفاجاه واستاذ اخويا عمرو بوظ المفاجاه. تمام، المفروض ان هو كان يصور، يعني انا اتعمل لي مفاجاه من غير ما اعرف. انا لابس تيشيرت الكريسماس طبعا، هجيب لكم اخواتي كلهم لابسين نفس التيشيرت. المفروض ان اتعمل لي مفاجاه والمفروض ما كانوا يصوروها، يعني المفروض يعني من ضمن احنا بنصور المفروض يصوروا حاجه زي كده، لان حرفيا مفاجاه فرحتني جدا. مين بقى مش هينفع اقول لكم مين، خلينا بس في نص الفيديو اقول لكم. هم ما صوروش، فانا طبعا بعد ما فرقعوا الحاجات في وشي وفرقعوا حاجات كتير قوي، يعني هم الشخص ده كان عامل لي المفاجاه دي عشان بقالنا كتير ما شفناش بعض او كنا زعلانين من بعض. طبعا مش اللي في دماغه خالص، لان الشخص ده حد مش في السوشيال نهائي. فلقيتهم جم وعملوا حاجات في اوضتي وبلالين وتورته وسلق وحاجات كده كتير. فانا عجبني الموضوع، قلت مش هينفع الموضوع ده يعدي غير لما لازم انا اصور. فانا هاخدكم اوضتي واوريكم الحاجات اللي موجوده والهدايا اللي جات لي. وانا بصراحه جامده، اول مره تعمل لي حاجه زي كده. تعالى معايا. بص يا اخواتي، تعالى يا خال. خش. بص هات لهم يا عم، هات لهم البلالين والحاجات اللي انتوا عملتوها من ورايا. هات لهم يا اخويا. صلاه على النبي كده. دي تورته اهي. بص المفروض كان خلاص بياكلوا. في واحده جديده اهي. اهي لسه دي ما اتاكلتش. سيبها تمام. لك احنا. بصوا بقى اهو. ده اسمي طبعا، في ايه ناس ما تعرفش ان انا جددت الاوضه. تمام، وانا اهو. بص يا اخواتي، بص يا اخواتي الحلاوه بقى. بص اوعى يا خال. بص صوري، صوري اهي. تخيل انا بخش على اوضتي الاقي كل الحلاوه والجمال ده. تمام، اوعى يا عم. بص عامل نفس التيشيرت، ببص الدنيا وقعدت ما تبصلناش كده اهو. بص يا اخواتي، بص يا اخواتي، بص يا اخواتي الحلاوه. طبعا من مين؟ اقسم بالله جبت التورته. اقسم بالله الشخص اللي عامل الحاجه دي هو حد ملوش علاقه بالسوشيال ميديا خالص. حد انا مش عارف اقول له ايه. انا عايز اشكرك قدام الناس دي كلها. فانا مش عارف اقول لك ايه الصراحه، بامانه مش عارف اقول لك ايه. ويا ريتني هي قاعده بره. تمام، وهي مش هينفع تطلع في الفيديو لانها مش بتاع السوشيال ميديا خالص، فما بتحبش تطلع في الجو ده. فكان نفسك انت قاري يا ابني ولا ايه؟ فانا مش هينفع ان انا اجيبها عشان لاجل ان هي ما بتحبش السوشيال ميديا. فكان نفسي اشكرها قدامكم كله، فانا بشكرها دلوقتي. انا بشكرها دلوقتي على الهديه الجميله والحاجات العسل اللي هي عملتها دي، فاهم؟ فجابت لي هديه اهي. انت اللي هتصورك. هتصور. صور. اقعد كده على الارض وايه وصور كده. بص يا اخواتي، دي مالناش دعوه بيها طبعا. حاسس الوقت. طبعا دي مصليه طبعا. دي اجمل حاجه ان شاء الله. الواحد يستمر في الصلاه كده وما يقطعش. قد كده كده حلو. جميل. الواحد يستمر في الصلاه كده وما يقطعش، الحمد لله يعني. ودي طبعا من اجمل الحاجه اللي جات لي، مصحف. ربنا يهدينا ان شاء الله. فخلي دول اهم حاجه، خليهم كده على جنب. تعال بقى نعرف البوكس ده فيه ايه. يا ترى في ابو برويل، انت بتشخر ليه؟ سنة سعيدة. السنه تبدا. ناي. يا جدعان والله بجد انا مبسوط جدا من الحاجه دي. فانا مش عارف اقول لها ايه. احنا كان بقالنا كتير، بص احنا بقالنا كتير ما بنتكلمش. فهي حبت تيجي النهارده وتصالحني، او مش تصالحني، او اللي هي حبت تفاجئني. المفروض ان انا اللي اعمل حاجه زي كده، بس هي سبقت وعملت. فانا بشكرها جدا. مش عارف اقول اسمها يعني، بس هو حد بره السوشيال ميديا عشان ما حدش يقول لي ده كذا، ده فلان، ده علان. ودي جميله جدا. دي انا عايز احكيها عشان بتنور، واحطها في الرف من الرفوف دي. تمام. الله. انت عارف ايه ده؟ ايه؟ انت عارف ايه ده؟ ايوه طبعا. ايه؟ حافظ. حافظ. ايوه عشان بيفضل يخلي الحاجه سخنه. لو عامل فيها ناس ولا حاجه يفضل يخليها سخنه. صح يا ولاد؟ ان شاء الله حاجه جايه. بنشرب منين بقى؟ كان نفسي اجيبها لها خالد، فاهم؟ اشرب منين ايه؟ دي بزازه، انا فيها بزازه يعني. ده عشان لو عديت، لو بتاع سخن في الزيت تعضها ولا حاجه. والله. تمام يا ولد. وده ايه ده؟ ده ماتش ده؟ ده كده ده بص لما تحط فيه ميه سخنه. حط ميه سخنه صورتي بتبان. لا هي صورتي باينه، خلي بالك اهي. طب ما تجيب ميه كده نجربه. لا يا اسطى صورتي باينه هنا. هي لما تيجي حطيها كذا صوره، فلما اجي كاتبه ايه حامد اسمي مكتوب عليها. طب ممكن نجرب ميه كده مش نجربه. هينفع لازم تحط ميه سخنه عشان تعمل. اكيد الناس بتتفرج يعني فاهمين الحوار ده. اوكي. ودي ايه بقى؟ دي انا اعتقد ان هي بزازه. لا مش معايا. بتنور. دي تحط هنا برضو ايه، هتبقى جميله. جايبه حاجات برضو للرفوف اللي انا هعملها للديكور الجديد. ودي نفس النظام تعلق. والله يعني انا مش عارف. نفسي اجيبك قدام الناس دلوقتي او قاعده بره. نفسي اجيبك قدام الناس واشكرك جدا على الحاجه القمر دي. انا فرحت جدا. فانا مش عارف اعمل ايه، فاهم؟ انا ماليش انا في جو المفاجآت والكلام ده. دي ايه دي؟ دي قالت لك اديها لخالد. الله. وريني. حلوه يا خالد؟ ايوه بتاعتي دي. بص يا جدعان،
هنشات يا عمرو وريهم يا يا زميلي. طبعا انتوا عارفين يا اخواتي ان انا بشارككم في كل حاجه، فيا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتخربوا الدنيا في الفيديو ده. خلاص بقى خلاص، خلي دول هنا كده ونشوف ده ايه تاني. جراب عليه صورتك. يا سلام، ده انا كنت متوقع اللي قلت لك عليه. يا سلام، بره يا كلاب، بره يا كلاب، بره. يا سلام، انا مش عارف اقول اللي ايه. كده. عليه صورتي اهو. في حاجه تاني؟ ان شاء الله هتلاقي. شوكولاته حسب بقى عشان انت بتحب الشوكولاتات. انت ما بتحبش الحاجات دي انا يعني. بعشقهم اصلا. ايدك يا كلب منك ليه؟ ايه يا اسطى، ما طب هات الثلاثه دي ناكلهم. ايوه دي ايوه دي الثلاثه يا عم دول. خلينا نخلص الفيديو بعد كده ناكلهم. ماشي. ايه ده يا جدعان ده؟ طب خلاص طبعا خد انت دي واحد. لا عليك دي. ايه ده يا جدعان ده؟ على انت لايك. لا احنا شكلنا كده نقفل الفلوج. ايه في الفيديو ده ثانيه واحده. ايه ده بقى؟ يا ابني هاتني طيب عشان انت مش جايبنا اصلا. لا بركز. جايبك والله. ريحتها حلوه. الله. هاتوا كده. هنشم الله، هنشم. محدش يرش بس. مش هنرش. لا لا مش شمين الناس. شموا يا جدعان والله الله. ريحتها جميله صح؟ شكرا يا بنتي القمر ده يا بنتي ده. اساعدك. ايه ده بقى؟ طب بص بقى، انت خد دول واحنا هناخد دول. ايه ده بقى؟ الله يرضى عليكم بقى، ما تبوظوش الفيديو، خلينا نخلص كده ناكلهم كلنا عادي. ماشي. بنت صفرا يا جدعان معدل 75 جنيه قسما بالله. ايه ده يا جدعان ده؟ طب انا اقول لك بحبك ولا اقول لك قدام الناس ولا اعمل ايه طيب؟ انا مش عارف انا بجد انا مش عارف اقول لها ايه يا جدعان. ما تقولهاش حاجه، خلاص تروح. والله بجد يعني خلينا كده بص اهو. طب ايه ده طيب؟ ثانيه ما تخافش. انت عبط يا اسطى. والله في تاني ناس. ده في حاجه تانية يا اسطى. لا بتركي بنصيبه. كاتب على حاجه خالد. والله دي يعني حد بيعمل لك حاجه زي كده عشان يفرحك تقول له ايه بجد؟ قول له يعني بامانه هتقول له ايه؟ هابي فالنتاين دي طبعا. طب اجيبها يا جدعان ابوسها قدام الناس؟ ايه بقية الادم دي؟ بجد والله انا بس عايز لما أعمل نقفل حاجة، يا عم عايز أعمل كلنا أي حاجة نبوسها. تفرحها دلوقتي. ايه بتقول ايه؟ مفيش حاجه. قلت عشان امسحها بالفيديو لو حاجه وحشه. لا لا والله. ايه يا جدعان ده؟ ام محمد في حاجه تاني؟ هتلاقي عندك شويه شعر وشويه لا مفيش حاجه تاني. يا جدعان انا مش عارف اعمل ايه بقى مش عارف. حرفيا انا مبسوط فشخ. يعني قرب بس هات كده وري للناس. انا اوري للناس. بص يا اخواتي يعني بجد انا مش عارف اعمل ايه. هات الحاجه دي. استنى. هات الحاجه دي. لا استنى بجد والله انا مش عارف اعمل ايه بجد. يعني انا مش عارف. قولوا لي حاجه انا مش عارف. انا عمرو لابس شجرة الشجرة دي؟ وخالد خالد ما لبست معانا، ما لبسش تيشيرت على قده. ودي الشجره الجميله. ف كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما كده اشوفكم في نجاح. جيب دول امسك بس. جبت كل حاجه. التاني كل عايز سنه حاجة. كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي، وسنه سعيده عليكم. ويا رب دايما اشوفكم في نجاح، واي حد ما حققش اي حاجه السنه اللي فاتت يحققها السنه دي. هابي نيو يير ويا رب دايما كده اشوفكم في سعاده، وربنا يستر علينا. يا ابني خلينا نتكلم الناس بقى. يستر عليكم يا رب، ويا رب دايما كده اشوفكم في احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. انا بقى يعني البني ادمه اللي جابت الحاجات دي انا قدام الناس كلها، انا عايز اقول لك ان انت احلى حاجه حصلت، وبشكرك جدا على الحاجات القمر دي. وبجد انا مش عارف اقول لك ايه. انت لو كنت ينفع تطلعي معايا في الفيديو كنت شكرتك قدام الناس، بس انا عارف ان انت هتشوف الفيديو ده، وهطلع دلوقتي بره اوريك الفيديو. قولوا له كلمه حلوه في الكومنتات، وقولوا للشخص اللي جاب الحاجات دي كلمه حلوه في الكومنتات برضو. ربنا يخليكي وشكرا جدا، وانا بحبكم جدا وبحبها كمان. السلام عليكم.